الرز والشعكرية هي الأكلة الملوكية. يلا نحضرها سوا بأسهل طريقة. أول شي منجهز البصل. عندي هون بصل صغير، طبعا انتو فيكن تجيبوا بصل كبير وتقطعوه شرائح حسب انتو شو بتفضلوا. منحطه على النار، منحط عليه زيت زيتون ومنقليه لحتى يستوي. طبعا انتو فيكن تستخدموا نص هاي الكمية أو حتى ربعها، أو حتى فيكن ما تحطوا بصل إذا انتو ما بتحبوه مع الشعكرية والرز. بعدين منسلق الدجاج، منحط له المطيبات غار قرفة، وبعدين منملحه ومنحط البهارات يلي انتو بتحبوها، كاري مثلا، فلفل أسود، أي شي انتو بتحبوه. وهلأ أهم شي اللبن. في كتير عالم بتخاف إنه اللبن يفرط معها، بس جربوا هاي الطريقة وشوفوا كيف رح يطلع معكن تمام. عندي هون كيليين لبن. لكل كيلو لبن أنا بحط كاسة مي، وفيكن تحطوا مي من مرقة الدجاج يلي سلقتوه. ولكل كيلو لبن أنا بحط معلقة نشا. هون عندي كيليين، حطيت معلقتين نشا. فيكن تضيفوهن على اللبن بشكل مباشر، فيكن تذوبوهن بشوية مي على جنب وبعدين تضيفوهن على اللبن، ما بتفرق. في عالم بتضيف بيضة للشعكرية، بس أنا حبيتها هيك أكتر. أحياناً ممكن ضيف كاسة حليب، وأحياناً ممكن ضيف كريمة طبخ، بتعطي طعمة كتير طيبة وبتعطي قوام كتير حلو. وبعدين أهم خطوة إنه نصفي اللبن. أنا بصفي اللبن لحتى يعطيني هاد القوام. أنا هاد القوام يلي بفضله للشعكرية. طبعاً انتو إذا بتحبوا تقلوا القوام أكتر، فيكن تستخدموا بس كاسة مي للكيليين اللبن، أو فيكن تضيفوا معلقة نشا زيادة. بعدين بحطه على النار وبضل بحركه متل مو شايفين بالفيديو، ما بتركه أبداً لحتى يغلي ويبلش يطلع فقاعات. ما بوقف تحريك أبداً، هيك لحتى يغلي ويبلش يطلع فقاعات متل مو شايفين بالفيديو. هون وقتها بضيف البصل، وبعدين بضيف الدجاج، وأنا بحب ضيف معلقة ماجي ونص معلقة فلفل أبيض. بحركن منيح وبعدين بتركن سوا يغلوا مع بعض 5 دقايق أو ممكن 10 دقايق بالكتير يعني. وهيك بتكون جاهزة عنا أكلة الشاكرية بأسهل طريقة. خبروني انتو كيف بتعملوا الشاكرية، وإن شاء الله صحة وعافية.